المغرب ينشئ أكبر مطار عسكري في الصحراء. هل هو لحماية المنطقة أم رسالة ردع؟ في خطوة استراتيجية جديدة، يستعد المغرب لإنشاء أكبر مطار عسكري جنوب الصحراء بدعم من واشنطن وباريس. فهل الهدف مكافحة الإرهاب فقط، أم أن هناك رسائل ردع موجهة للخصوم الإقليميين؟ في ظل سياق أمني يتسم بالضبابية، شهد تصاعداً واضحاً في وتيرة التهديدات الإرهابية في المنطقة، يستعد المغرب لاتخاذ خطوة استراتيجية كبرى قد تغير موازين القوى في المنطقة. مطار عسكري ضخم في جنوب الصحراء سيكون بمثابة قاعدة جوية متقدمة تعزز القدرات القتالية للقوات المغربية، خاصة مع امتلاكها مقاتلات F-16 الأمريكية والدرونات الهجومية عالية الدقة. لكن لماذا الآن؟ ولماذا هذا الموقع بالتحديد؟ وفقاً لتقارير صحفية إسبانية، فإن هذا المطار لن يكون مجرد قاعدة جوية، بل منصة انطلاق لضرب الجماعات الإرهابية في الساحل الإفريقي بالتنسيق مع دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو في إطار الحرب على الإرهاب التي تهدد شمال وغرب إفريقيا وحتى أوروبا. فهذه الجماعات وعلى رأسها داعش تسعى لتحويل منطقة الساحل إلى أفغانستان جديدة، مع مخاوف غربية من استخدام هذه المنطقة كنقطة عبور نحو القارة العجوز. لكن القصة لا تنتهي هنا. هناك بعد آخر أكثر حساسية لهذا المشروع العسكري الضخم. هذا المطار يقع في موقع استراتيجي يجعل منه ورقة ضغط قوية في أي مواجهة محتملة مع الجزائر أو جبهة البوليساريو. ومع تصاعد التوترات في المنطقة، يرى بعض المحللين أن المغرب لا يبني هذا المطار فقط لمحاربة الإرهاب، بل لردع أي تهديدات عسكرية محتملة من الشرق. الجزائر ترد عبر تكثيف مناوراتها العسكرية على الحدود. البوليساريو تهدد باستخدام حرب العصابات الجوية ضد المغرب، والمغرب بذكاء استراتيجي يستبق أي تصعيد أمني عبر تعزيز تفوقه الجوي والبنية التحتية العسكرية. تقارير غربية تتحدث عن أن هذه الخطوة قد تزيد الضغط على الجزائر التي تعتبر نفسها القوة الإقليمية الكبرى، ما قد يدفعها إلى تعزيز تحالفاتها مع روسيا وإيران لمواجهة النفوذ المغربي المتصاعد. فهل سيكون هذا المطار نقطة تحول في الصراع الإقليمي؟ وهل نشهد قريباً سباق تسلح بين المغرب والجزائر؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.